شكون هو هاد خونا اللي مرول الانترنت العربي وكلشي فرحان حيت تم الاعتقال ديالو؟ اليوم الشعب السوري والشعب العربي والمسلمين فرحانين بزاف من بعد ما تعتقل واحد من اكبر المجرمين في التاريخ ديال سوريا. بدايه القصه كترجع لحي التضامن اللي كاين في جنوب العاصمه السوريه دمشق. هذه البلاصه اللي شهدت على واحد من ابشع الفصول في التاريخ المعاصر، فين في ابريل 2013 كانت سوريا غارقه في الحرب والحي كان مقسوم بين جبهات القتال، وبسبب الموقع ديالو الحساس خدات المخابرات العسكريه السيطره كامله على المنطقه وبالضبط الفرع 227. هاد الناس ما كانوش غير كيحميو الحدود، بل حولوا الحي لمسرح ديال الجرائم وديال اعدامات جماعيه كانت كتوقع في الخفاء وبعيد على العينين. المجزره اللي عرفها العالم من بعد كانت نتيجه سياسيه ممنهجه ديال الترهيب اللي كان كيمارسها النظام ديال بشار الاسد باش يخلع اي واحد فكر يخرج عليه. وحي التضامن كان هو المثال الصادم لهذا القمع اللي ما كيرحم لا صغير ولا كبير. البطل ديال هذه الكارثه والوجه الشرير ديالها هو واحد الضابط سميتو امجد يوسف، اللي كان في ذيك الوقت شاد الرتبه ديال مساعد اول في المخابرات العسكريه ومن بعد ترقى لمرتبه رائد. امجد ما كانش مجرد جندي كيطبق الاوامر، بل كان كيبان في الفيديوهات اللي تسربات من بعد بحال شي واحد اللي كيمارس القتل كانه وظيفه روتينيه كيديرها كل نهار. كان كيبان بدم بارد لابس واحد اللباس عسكري وكيسوق الجرافه باش يحفر القبور الجماعيه، والاخطر انه كيطلق القرطاس على الناس بلا رحمه وبلا شفقه. الشهادات اللي تجمعات عليه بينات باللي كان بعبع حقيقي في الحي، فين كان كيخطف العيالات والرجال ومصيرهم كان دائما مجهول، يا اما كيتعرضوا للاغتصاب والتعذيب او لا في الاخر كيصفيها عليهم وكيرميهم في الحفاري. ولكن الصدمه الاخوان هي انه حتى شي واحد ما كان عارف في الاول شكون من مور هذا الشيء كامل وشكون اللي صفى السوريين في 2013. ولكن الحقيقه غتبان للعالم نهار واحد المجند سوري لقى بالصدفه واحد الفيديوهات في واحد البيسي قديم وقرر انه يهرب لاوروبا باش يفضح هذه الجرائم. هذه الفيديوهات وصلت لليدين ديال باحثين اكاديميين في جامعه امستردام، وهما البروفيسور اوغور والباحثه انصار الشحود. هاد الباحثين خدموا لسنوات باش يحلوا اللقطات ويحدوا البلاصه فين وقعت المجزره بالضبط، وقدروا انهم يوصلوا باللي الجريمه كانت في شارع دعبول قدام جامع عثمان. استعملوا تقنيات متطوره ديال تحديد المواقع والظلال وصور الاقمار الصناعيه باش يثبتوا باللي داك الزنقه المهجوره اللي بانت في الفيديو هي نيت البلاصه اللي شهدات على اعدام عشرات المدنيين الابرياء اللي ما بقاش لهم الاثار. وباش يطيحوا امجد يوسف في الفخ، الباحثه انصار شحود دارت واحد الخطه ذكيه بزاف، فين صوبات واحد البروفايل وهمي على فيسبوك بالسميه ديال اناشي، وبدات كتمثل بلي هي شابه كتعشق النظام السوري وساكنه في بلجيكا. بدات كتدخل في نقاشات مع الضباط حتى قدرت انها تجر عندها امجد يوسف للهضره، وبقات معاه لمده عامين وهي كتبني معاه الثقه وتسمع القصص ديالو. هذا المجرم اللي كان كيحس براسو باللي بطل وفوق القانون بدا كيتفاخر عليها بالجرائم ديالو وكيعترف باللي هو اللي قتل دوك الناس في الفيديوهات. وهذه الاعترافات المسجله هي اللي كانت الدليل القاطع ضده امام العالم. والقصه ديال الضحايا راه بصح كتحرق القلب، حيت العائلات ديالهم بقاو سنين وهما كيسولوا وكيقلبوا وكانوا كيتمناو يكونوا ولادهم غير معتقلين وغادي يرجعوا شي نهار. اشهر قصه هي ديال وسيم صيام، واحد الشاب فلسطيني كان عنده 33 عام وخدام في مواد البناء، اللي اختفى نهار 14 ابريل 2013 فاش كان خارج يوصل السلعه. بوه اللي كان عايش في المانيا قدر يتعرف على ولده غير من الطريقه باش كان كيجري في الفيديو قبل ما يشوف وجهه. وصدمه العائله كانت كبيره فاش عرفوا النهايه الماساويه ديال ولده. والنهايه ديال امجد يوسف بدات بالضبط من بعد ما طاح النظام ديال الاسد في الاخر ديال 2024، وخدات الحكومه الانتقاليه برئاسه احمد الشرع السلطه، فين امجد حاول انه يبدل الملامح ديالو ويغبر في مناطق قرويه بعيده على الناس. ولكن الاجهزه الامنيه كانت متبعاه، وفي وسط عمليه امنيه مدروسه في منطقه سهل الغاب هجموا على الدار اللي كان مخبي فيها وقبضوا عليه. الصور اللي تسربات ليه هو لابس واحد الزي ديال السجن ووجهه مضروب وهو كيتجر العداله، كانت هي اللحظه اللي تمنتها الالاف ديال العائلات وفرحاتها وبردت شويه من العافيه اللي شعلها في قلوبهم. وإلا شفتوا الفيديو اللي لاحت وزاره الداخليه السوريه للجنود اللي اعتقلوه غيبان لكم ديك الحرقه المخلطه بالفرحه ديال كاع دوك الجنود من بعد ما شدوا هذا المجرم. هادشي كيبين ان داكشي اللي داروا هذا المجرم خلى الم كبير في القلوب ديال السوريين اللي بصح عانوا بزاف وربي ما نساهمش. وان شاء الله العقبه لبشار الاسد وكاع المجرمين اللي اذوا خوتنا في دوله سوريا، والعقبه حتى المجرمين ديال السودان وديال كاع الدول العربيه، والعقبه على المجرم الاكبر رئيس الكيان المحتل انه حتى هو يتسنسل ويتكبل ويتجر في الارض عقابا ليه على شنو دار في خوتنا الغزاويين. في نهار الفتح اللي ان شاء الله غيكون اسعد نهار في حياتنا كاملين كمسلمين، وشخصيا متاكد انه ذاك النهار قريب بزاف، وايماني قوي بالله باللي قريب نشوفوا القدس كتفتح للمسلمين، ونتمنى ربي ما يحرمناش نشوفوا ذاك النهار. دوزو بخير.